رجلي باش ما نطيحش، حيت ما كاينش اللي يعطيني. السلام عليكم الناس ديال اليوتيوب، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نهضر عليكم على واحد الموضوع اللي كيتعاود بزاف واللي كيخلق واحد الجدل كبير، اللي هو المراه المستقله. وهذا الفيديو هذا غيكون اول فيديو ليا في اليوتيوب، وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على الموضوع بعمق، وغنهضروا عليه من كاع الجوانب ان شاء الله، بلا احكام بلا تعميم بلا حتى شي حاجه، حيت بزاف ديال الهضره كتدور حول هذا الموضوع هذا اللي كتكون جايه غير من واحد التصورات، ماشي جايه من واحد الفهم اللي حقيقي من الواقع. نحاولوا اننا نطرقوا شنو المعنى ديال المراه المستقله، بعدا شنو هو المعنى ديال المراه المستقله، علاش بزاف ديال النساء ولاو كيخدموا كيطالبوا بالاستقلال، فين كيوقع الخلط والمشاكل، واش الاستقلال كيمنع الزواج، شنو هو الدور ديال الرجل في هذا الموضوع، واشنو كيوقع الا ما كانش هو واعي بهذا الامر هذا. دونك كملوا معايا الفيديو حتى الاخر ونبداو على بركه الله. اول حاجه خاصنا نوضحوها هي ان المراه المستقله ماشي كارهه للرجال، ماشي رافضه للزواج او لا باغا تعيش بوحدها حتى تموت. هي فقط مراه قادره انها تعتمد على راسها ماديا ونفسيا، قادره تختار تكون في العلاقه حيت باغيه، ماشي حيت محتاجه. بمفهوم اخر، ما تدخلش واحد العلاقه خوفا من الوحده او لا خوفا من كلام الناس او لا خوفا من المستقبل. ركزوا لي على هذه. اراك لينا دابا سيدي علاش المراه ولات كتخدم وكطالب بالاستقلال؟ هاد السؤال مهم بزاف. علاش؟ حيت الاستقلال ديالها راه والله ما جا من الفراغ. كاين اسباب اللي واقعيه، كاين مشاكل اولا ظروف اقتصاديه، راه الحياه ولات صعيبه، المصاريف طالعين، ما بقاش بالسهل ان شخص واحد غيهز كل شيء. ثاني حاجه تجارب اللي واقعيه، بزاف ديال النساء اللي شافوا طلاق، شافوا عنف، شافوا اهمال، شافوا رجالاتهم ما قادينش على المسؤوليه. دونك شنو كيديروا؟ كتقول لك انا غنوض غنخدم غنوقف على رجلي باش ما نطيحش، حيت ما كاينش اللي يعطيني. ثالث حاجه التربيه اللي ولات جديده، كتعلم البنت اولا كتربي البنت على انها خصك تكوني واعيه، تقراي، تخدمي، تكوني مستقله، ما تعتمدي على حتى شي واحد. رابع حاجه سيدي هي الطموح وتحقيق الذات. كاين بعض النساء اللي باغيين يحققوا ذاتهم، باغيين يكونوا مستقلين مع راسهم، باغيين ينجحوا، يحققوا ذاتهم، يحققوا الطموح ديالهم، الاهداف ديالهم، يحسوا بالقيمه ديالهم. ما باغينش تكون عندهم دور واحد في الحياه اللي هو تكون مرأة وتقابل الكوزينة وهذا كتبغي يكون عندها اكثر من دور تحقق الذات ديالها. وبزاف ديال النساء ما اختاروش الاستقلال حبا فيه، راه اختاروه حماية لأنفسهم. فين كيوقع الخلط والمشاكل؟ هنا خاصنا نكونوا صريحين مع راسنا. بعض المرات الى الاستقلال ما كانش بواحد الوعي، هنا كيولي مشكل. كاين نساء فعلا اللي كيخلطوا ما بين الاستقلال والتعالي، ما بين القوه واحتقار الرجل، ما بين الوعي ورفض علاقه. الوغ لهنا الاستقلال ما كيبقاش استقلال صحي. علاش؟ حيت الاستقلال ماشي هو العناد وهو احتقار الرجل، لا، الاستقلال هو توازن. لازم تكون واحد الموازنه. واش الاستقلال كيمنع الزواج؟ الجواب واضح، لا. الزواج او الاستقلال ما كيمنعش الزواج، انما كيمنع الزواج الغلط. المراه المستقله ما كتزوجش بالزربه، صراحه المراه المستقله ما كتزوجش بالزربه، كتزوج بوعي. كتفضل انها تبقى معطله على الزواج وما تزوجش بكري على انها تدخل في واحد العلاقه وتندم عليها، على عكس النساء اللي مثلا كتكون شي وحده جالسه ما كدير حتى شي حاجه، كتولي تفكر غير في الزواج، لا باغا نتزوج حتى كيجي اي واحد كتزوج به بلا ما تفكر. علاش؟ حكا غنبقى بايره، غنبقى كذا، اخر كتلقى طلاق، كتلقى مشاكل، كتلقى بزاف د الامور، حيت ما كيكونش واحد الوعي. يكون بنادم باغي يتزوج، لا صافي حكا انا وصلت 30 عام انا ما بقيتش كذا، لا حكا راه وليت بايره. الزواج راه ماشي بالعمر، راه ما يمكنش. نجيو لدور الرجل في الموضوع. هنا خاصنا نكونوا منصفين. الرجل ما خصوش يحس بواحد التهديد من المراه المستقله، حيت هي ما باغاش راجل تصرف عليه، هي باغا شريك. علاش انت غتحس بالتهديد وبالرجوله ديالك؟ الرجوله ديالك راه كاينه في المسؤوليه، في التصرف على الدار، في تحمل بزاف د الامور. هي راه باغا راجل مسؤول، واعي، محترم، متوازن.
علاش؟ حيت المشكل راه ماشي في المراه القويه، المشكل راه في العقليه اللي كتشوف القوه تهديد. اما بالنسبه للعواقب اذا ما كانش هذا الراجل هذا واعي، فهنا مني ما كيكونش واحد التوازن كتولي المراه رافضه لهذيك الشراكه، كيولي الراجل حتى هو رافض لاي امراه قويه او لاي امراه مستقله، وكيولي يلجا للسيطره، وفي الاخير كيضيع هذاك الهدف الاساسي اللي هو علاقه صحيه. Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. Je